السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم دجاج محمر مدغمر على الطريقه ديال المناسبات مع السر باش تجيكم ديك الدغميره معلكه بحال ديال الاعراس. فاش تشوفوا معايا غادي تحتاجوا الربيع، عندي هنا القزبر والمعدنوس اللي يكونوا كثر واحد شويه، عندي هنا السمن، عندي زنجبيل طبيعي، عندي الحامض المصير، وعندي الثومه، الخرقوم، السكينجبير، عندي واحد شويه ديال الابزار، غير شويه ما تكثرش بزاف حيت كيف ما كتشوفوا راني درت الهريسه. الا كثرتوا تجيكم حاره. ضفت شويه ديال القزبر يابس مطحون، وغادي نضيف حتى الملح راه ما جاتش باينه عفوا في التصوير. رويت بشويه ديال الماء وطحنت كلشي وخليته على جنب. عندي هنا الدجاج ضروري يكون الوزن ديالو من 2 كيلو هكا، كيلو ونص باش كيجي زوين. وغادي نشقو على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. هذا هو السر، ضروري الدجاج المحمر سواء تدخلوه الفران او لا غديروه مدغمر بحال ديال الاعراس، ضروري ما كتثقبوه على هذا الشكل هذا ما بين الفخيضات، جهه ديال الصدر، جهه ديال العنق هكا، باش ملي كنشرملوه كيجي بنين وكيجي فتي. كنحاول ديك الشرموله ندخلها في داك الجوايه اللي تقبت كاملين، وكنربط رجيلات على هذا الشكل هذا. راني عاودت شديتهم حتى بالخيط هكا باش كنتيقنوا بلي ما غاديش يعاودوا يتفتحوا. وصافي كنقلب الدجاجه على الصدر ديالها وكنخليها تبات ليله كامله، ضروري باش كتجي بنينه ومتشربه ديك الشرموله. والغد ليه كنوضع الدجاجه ديالي في الطنجره وكنخوي عليها البصله. عندي هنا 2 بصلات كبار مشلضين، خويد ديال زيت الزيتون وخويد ديال زيت النباتيه، زيت المائده. وصافي كنغطيها وكنخليها تقلى. الدجاجه كنطيبوها على جهه ديال الصدر، ولكن دابا ملي كنبقاو نقليوها كنقليوها من جميع الجوانب. كنضيف واحد عود ديال القرفه، راه ما جاش باين في التصوير، راه بان في الطنجره كيف ما لاحظتوا. وكنروي بالماء وكنضيف جنيوحات ولا نقاط اللي كيبقاو اختياريين، ممكن ما ديروهمش، انا كيعجبني نديروهم، كتبنن المرقه وكيجيو زوينين. في كاسرونه واحده اخرى عندي هنا الماء طايب، درت الكبده والقنصه، شويه ديال الخل، واحد شويه ديال الملح، وكنخليوها حتى كتسلق. كيف ما لاحظتوا القنصه اللي عندي مقطعه بوحديتها، الكبده لا. من بعد ما طابت الدجاجه راه كتاكدوا بعدا واش طابت. الا درتو فيها الكيردون اولا العود ديال الشوا لقيتو بلي باقي كيخرج منها الماء، راه كتكون باقا ما طابت، كتخليوها حتى كطيب وعاد كتحيدوها. المهم حيدتها، ضفت القنصه والكبده من بعد ما تسلقات، راني قطعتها طريفات صغار. وصافي من بعد ما كتقلى كتولي الشكل هذا، راه كتكون طابت. وكندوز نقلي الدجاجه ديالي في الزيت، اولا كدهنوها بشويه ديال الزبده مع الهريسه وكتحمروها في الفران. وصافي هادشي اللي كاين بالصحه والراحه. كنقدموها على هاد الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. الطغميره راه كتجي غزاله وبنينه بحال ديال الاعراس ومناسبات، متشبعوش منها. كنقدمها مع شويه ديال الهريسه والحامض المصير، الزيتون خضر او الاحمر. وصافي هذا ما كان. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتعملوا لايك، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. سلامه.